قتله ومشى في جنازته. اصعب شيء ان انت يجيلك الوجع من انسان بتحبه وتثق فيه. ايهاب اتقتل واتقطع 2 واندفن على مرتين. ايهاب شاب في الثانويه العامه، كان رايح الدرس بتاعه، وبعدين مامته اتصلت عليه الساعه 5 وهو راجع من الدرس. قالت له انت فين يا ايهاب؟ قال لها انا ثواني وهدخل على البيت يا ماما. قالت له طيب انا مستنياك عشان نفطر سوا، لان هو كان صايم ووالدته كانت صايمه وكانوا مستنيين يفطروا مع بعض. فاستناته عشان يجي يفطر، ما جاش. فقلقت عليه، ترن عليه تاني، تليفونه اتقفل خلاص، ما عادش بيرد خالص. لما اتاخر قوي نزلت هي وبابا يدوروا عليه، وبعدين اهل البلد كلهم نزلوا يدوروا عليه معاهم، وما ينفعش يعملوا بلاغ الا بعد 48 ساعه، وبقوا قلقانين ومش عارفين يعملوا ايه. الفجر لقوا تليفون ابنهم بيرن، فردوا عليه بسرعه. لقوا واحد غريب بيرد عليهم وقال لهم ابنكم ايهاب عندي، ما تدوروش عليه، ولو عايزينه هاتوا 100,000 جنيه واحنا نديلكم ابنكم تاني. فطبعا ابوه جمع ال100,000 جنيه بسرعة علشان يجيب ابنه، لانه طبعا خايف عليه. فبعد ما جمع ال100,000 جنيه اتصل على رقم ابنه تاني علشان يديلهم الفلوس وياخد ابنه. لقى التليفون مقفول، فضل يرن كتير كتير كتير، التليفون طبعا مقفول ومحدش بيرد واتقفل خالص. ففضلوا طبعا للصبح قلقانين ومستنيين جنب التليفون، مفيش حد بيتصل بهم، خلاص التليفون اتقفل. راحوا تاني يوم بلغهم على غياب ابنه. البوليس كثف الجهود بتاعته، لقوه مقسوم 2 ومرمي في قلب التراب بتاعة البلد بتاعته. مقسوم 2، النص التحتاني موجود والنص الفوقاني مش موجود. فجابوا الولد وقالهم دوت ابنكم، فتعرفوا على الكوتشي وعلى البنطلون وعلى ملابسه الداخليه، وقالوا ايوه دوت ابننا، دي ملابس بتاعته. وبعدين ابوه رفض ان هو يدفنه، قال مش هدفنه الا لما نلاقي الجزء التاني بتاعه، وعمري ما هدفن ابني على مرتين ابدا. فسابوه في التلاجة. المهم سابوه 9 ايام، وبعدين لما مش لاقيين الجزء التاني فقرروا ان هم يدفنوا الجزء الاولاني. دفنوه، وبعدها ب3 ساعات قبضوا على القاتل ولقوا النص التاني، ودفنوه بعدها ب3 ساعات واندفن على مرتين. واتضح ان اللي قتله مدرس الفيزياء بتاعه اللي كان بياخد عنده درس، هو ومراته وواحد نجار جارهم. هما ال3 قتلوه وبعدين قطعوه نصين 2. ودي ابشع جريمة قتل حصلت، ان هما يقتلوا الطالب بتاعهم وكمان يقطعوه 2.